اعلانات العربيات بتاعه النت، عشان انا دي اكتر حاجه بتستفزني في الحياه. كل اللي كاتب رشه بره ما عدا السقف نظافه، يعني رشه بره نظافه، كذاب. كل اللي بيقول انا العربيه وقع عليها تكييف وهي راكنه فانا غيرت السقف، او هي مغيره سقف ومقطعه مش عارف ايه، كذاب. كل اللي بيقول ان هو مغير الموتور عشان الموتور بتاعها كان ضعيف وهو جاب لها موتور اكبر، كذاب. هي العربيه شقيانه اصلا وهو غير لها الموتور عشان الموتور بتاعها جاب اخره. كل اللي مغير معدل الاكسدامات ومش عارف عامل ايه في الفوانيس ومش عارف وعامل ويقول لك دي نزاهه ونظافه ومش عارف ايه، كذاب. كل اللي بيقول لك انا العربيه دي انا تاني يد ليها ومحافظ عليها وده عدادها، كذاب. موضوع العداد كذاب كذاب اي عربيه موديلها عدى عليه 13 14 سنه ورشه بره، وتيجي تبص على التابلو وعلى الطاره وتلاقيهم مجرحين وممسوح الارقام اللي بالانجليزي اللي على الكاسيت والكلام ده، وتلاقي العربيه ماشيه 60,000 ولا 70,000، كذاب. كل اعلانات النت كذب. مفيش عربيه هتشوفها على النت والمواصفات هتعجبك وتروح تتفرج على العربيه غير لما تلاقي 80% من اللي مكتوب غير اللي انت هتشوفه. وهو بيصور العربيه وينزلها على النت بطريقه حرفنه، بيبين لك الحتت اللي في العربيه السليمه. انت لما بتروح هو مش هيبين لك في الصور العربيه فيها ايه في الدواخل، ولا فيها برومه ولا فيها ترشيح زيت من عند الموتور. هو بيبين الحلو عشان يجيب رجلك. والله العظيم يعني، والله انت جيت اتفرجت على العربيه طلعت مغفل وعجبتك العربيه على الصور اللي هو منزلها، خير وبركه، اشتري يلا البس زي ما انا لبست. يعني انا كصاحب العربيه لو ببيعها زي ما انا لبست انت البس زيي. طلعت انت بتفهم وكشفت على العربيه وبتاع، يقول لك ما اعرفش ده انا شاريها كده، وهو عارف كل اللي فيها، او هي كانت اتخبطت منه وهو عملها وقال لك دي حجه. لما حد يقول لي ايه اللي في العربيه ده كله، اقول له انا ما اعرفش، انا راجل غلبان وما اعرفش حاجه وبركب بس واشتريتها واتضحك عليا وما اعرفش. طب ما كتبتش ليه يا عم في الاعلان؟ يقول لك ما انا ما اعرفش ان فيها كذا. لما تيجي انت ترفع العربيه ب 1000 جنيه ولا ب 800 جنيه ولا تجيب معاك صنايعي ولا بوهياجي ولا سمكري ولا ميكانيكي ويجي يكشف على العربيه ويلاقي العربيه فيها بلاوي سودا، يقول لك ما اعرفش. ما تعرفش ايه؟ عربيتك بقى لها مثلا 3 سنين معاك، ما فيش واحد صنايعي بص فيها وانت بتصلحها قال لك ان الموتور ده مثلا متغير، قال لك ان هي مغيره نص قداماني، قال لك ان هي مغيره سقف، قال لك ان القوايم دي مرشوشه، قال لك ان العربيه دي كانت مقلوبه. كل الحاجات دي انت ما تعرفهاش. ما تعرفش غير ان انت تنزل اعلان وتكتب فيه حاجات ما بتحصلش، وفي الاخر تقول ده انا ما كنتش اعرف. ازاي يعني؟ بانهي منطق؟ فاعلانات النت اعلانات يعني ما حدش يصدقها بجنيه، وما حدش يشتري من على النت بصراحه. يعني اعلانات النت دي كلها يا اما العربيات وحشه، يا اما العربيات قديمه، يا اما الاسعار نار، يا اما تجار، فحاجه يعني لا تطاق.